اول حاجه في حياتك هتميزك عن غيرك انك يبقى عندك قدره على التقبل والمرونه. انتوا اول يوم ليكوا امتى؟ حلو بس السؤال ده في محل. انتوا بكره هتيجوا الكليه مبسوطين؟ يعني انت النهارده مفروض عليك 4 سنين في الكليه. انا ما بقولكش لازم تطلع الاول عشان تبقى معيد او تبقى دكتور، which is good لو انت حابب كده تمام، انما عايزك تاخد الموضوع بجديه. ال4 سنين تنجح، مفيش اوبشن تاني. ما ينفعش انك انت تبقى طالع بماده او عندك مشكله في الدراسه في العموم انك مش عارف تلتزم في الدراسه. فاول حاجه هتميزك انك انت تيجي للكليه هنا ال4 سنين بتوعك وانت ملتزم وانت مبسوط. يعني ايه مبسوط؟ النقيض بتاعها انك ما تبقاش صاحي الصبح زهقان. فانت لو هتيجي اول اسبوع وانت مبسوط، تاني اسبوع تلاقي الدنيا بتغيم شويه، تالت اسبوع النكد ده، رابع اسبوع طبعا هنتقابل في الكافيتيريا ونفضل قاعدين مقضي اليوم كله في الكافيتيريا، او ان احنا هنتجمع بس نقعد بره المدرج. ما اعرفش اللي بنيجي الكليه ليه، ما نعرفش، بس هنيجي ونقعد بره. فدي اول حاجه تاخدها في تحت كده ايه دماغك وانت بتفكر فيها. انا ال4 سنين هاجي الكليه وانا مبسوط. طب اعمل ايه عشان ابقى مبسوط؟ اعمل اللي انت عايزه. ال4 سنين في 4 سنين انا مبسوط كل يوم باجي الكليه، وهنشوف النهارده شويه حاجات تخليك سعيد وانت داخل الكليه.